شهيق، زفير زفير. شفت وقعتك ازاي؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، وطبعا المؤتمر الطبي الافريقي. كيف تنظر أفريقيا إلى تقدم قطاع الصحة والطب في مصر؟ والله ما لك حق، أنا زعلان منك. في مصر احنا عددنا زي ما اتقال 105 مليون. انا بقول لك بجد، حط الكلام النهارده ده على جنب واسال نفسك هي ايه مشكله البلد الاساسيه؟ هوب شهرين ثلاثه تروح مخلفه. تتجوز تخلف تتطلق، شيل لنا 3-4 عيال بقى. اطلع بره يلا، اطلع بره، ناقصه هطل على الصبح. في اقل من 40 ساعه بيتولد 10,000 طفل جديد. يعني لو كان عندنا مثلا، هقول رقم ممكن ما ننساهوش، 500 مستشفى، فاحنا محتاجين 1000. انا لو تخيرني بين ان انا اكل ولا اعالج دول، لا اعالج دول. ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء. طيب ما احنا مش هنقدر نعمل ده لو النهارده الدولة دي ما تبقاش دولة وكل حاجة بتتعمل طبقا للقانون مظبوط. أنا المفروض ما اعيش. شفت بقى، عشان الظلم ظلمات وخلاص. العلاج يتقدم لأي إنسان أي مستوى. هل الصحه كانت من ضمن الاولويات الضخمه للدوله المصريه منذ 2014 الى النهارده، ولا كان في مشاريع تانية كانت واخده حظ اكتر، وده اللي احنا هنشوفه من خلال الارقام؟ عشان تعمل نظام صحي 10/10 أو نظام صحي نرضى عنه، ده عايز جهد، مش جهد مالي. خلاص يا عم، أنت أطول مني وتفهم في الحاجات دي. اين ذهبت هذه الاموال؟ ماذا تم من خلال التطوير في كافه المنشآت الصحيه على مستوى الجمهوريه؟ طب النتيجة إيه؟ هتروح المستشفى تجد منظر تقول فين وزير الصحة؟ لا مش كده يا خالد؟ ايوه يا فندم. اتكلم. يقولوا منين نجيب، منين نخلي دي كده. بقول لك ايه، قفل يا ابني بقى، قفل بقى، انا اتعقدت وخلاص اتشقلت. قولي بس ده حق. طب انا قدرت اقدمه؟ انا بتكلم بعد 7 سنين يا استاذ ابراهيم، ما قدرت ومش قادر اقدمه. والله أنا ما استحق أعيش لو ما حققت الكلام ده، قسما بالله. الراجل النهارده الرئيس كان بيتكلم النهارده وكله مراره، اسمعها مني كده، كان بيتكلم بمنتهى المراره. الدكتور خالد غفار وزير الصحه كمان عمل قرار مهم، شكل لجنه تشوف احوال الاطباء. تقول لي دكتور محمود ولا محمد؟ بص يا محمد، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ قادر. ما عملتش يبقى انا مش قادر، مش عايز، انا مش قادر. بس الفقر عمل فينا كده، عدونا هو الفقر. لازم نبقى عارفين ان احد اهم الاسباب هو العوز. تبرعوا بدمائكم، الدم الخفيف خفيف والدم الثقيل تقيل، وهناخد ده وهناخد ده. انتوا هتقول لي الكلمه الشهيره بقى، ما هي الحكومه اللي عملت. ما يا جماعه لا، احنا هنضحك على بعض، احنا كمواطنين مع بعض، احنا معطلين بعض. بغض النظر عن الاسباب اللي هي بتاعت الزياده السكانيه، الماتيريال بتاعنا محتاج اعاده تصحيح. يعني انا عايز اقول لكم، العيب عيب مصنع. أنت عبيط يا اسطى. احنا محتاجين اعاده نظره الى النفس، مش عيب تشغيل. المنتج بايظ اصلا. مش ممكن ليه؟ مش عشان الناس اللي قائمين على الموضوع وحشين، لا، ده عشان مفيش فهي كده. يلا يا علي. 5 بالحب. ما دام انت عارف انت بتعايرهم، فاهم قصدي؟